السلام عليكم يا جدعان، ازيكم؟ انا معتز وجايب لكم النهارده موبايل جامد طحن من شركه انفينكس. والموبايل ده مش اي موبايل، ده معمول مخصوص لعشاق الجيمنج. الموبايل ده اسمه انفينكس جي تي 30 برو، وفي نسخه تانية مخصوصه للالعاب اسمها جيمنج ماستر اديشن. وطبعا لو بتدور على موبايل يشغل لك كل الالعاب باعلى اداء وسعر مش مبالغ فيه، ركز معايا لان ده ممكن يكون اللي بتدور عليه. خد لك لايك كده حلو كده واشترك في القناه لو كنتش مشترك، ويلا بينا نبدا القصه من اولها. اول حاجه الشاشه. الموبايل ده جاي بشاشه من امولود حجمها 6.78 انش بدقه 1.5 كي، وطبعا معدل تحديث 144 هرتز، يعني الصور سلسه جدا وبتغير حسب استخدامك من 60 ل 144 هرتز اوتوماتيك. وكمان فيها تاتش سامبلنج رايت، يعني 260 هرتز، وتقنيه تعتيم بي دبليو ام بتردد عالي 2000 هرتز، يعني مفيش رعشه في الشاشه ولا تعب للعين. وطاقه الحمايه جوريلا جلاس 7، يعني امان يا صاحبي. غير كده الشاشة بتدعم الدي سي اي بي 3 بنسبة 100%، وسطوح يوصل ل 1100 نت، يعني ولا شمس هتغلبك ولا ضلمة هتوقفك. تاني حاجة الأداء. المعالج هنا هو دينمستي 8350 التيمت، وطبعا ده بدقة تصنيع ال 4 نانومتر، ومعاك رامات 12 جيجا زي 12 جيجا إضافية افتراضية، وكمان تخزين 256 جيجا من نوع يو اف اس 3.1. الموبايل جايب أكتر من مليون و4000 نقطة على منصة انتوت، وده رقم كبير في الفئة السعرية دي، يعني هتلعب أي لعبة على أعلى جرافيك وأنت مطمن. وكمان في جيم إنج إكس بوكس وتبريد مائي زائد نظام تحكم حراري ذكي بالذكاء الاصطناعي علشان الموبايل ما يسخنش وقت اللعب. وغير كده في أزرار جانبية ومحرك اهتزاز خاضع اكس اكس، وكمان بيدعم لعبة ببجي على 120 فريم. ده موبايل مخصوص للجيمنز بجد. وتاني حاجة البطارية والشحن. البطارية هنا 5500 ملي أمبير، وبتدعم شحن سريع 45 واط ولاسلكي 30 واط، وشحن عكسي لاسلكي 10 واط ولاسلكي 5 واط، يعني تشحن وتشحن. وغير كده كمان هتعيش يومك كامل بسهولة حتى لو استخدامك تقيل. رابع حاجة الكاميرات. الموبايل جاي بكاميرتين خلفين، واحدة ب 108 ميجا بكسل رئيسية، والتانية 8 ميجا بكسل للتصوير الواسع، وبيصور فيديو 4K ب 30 و60 فريم في الثانية. أما السيلفي فهي 13 ميجا بكسل وبتصور برضو ال 4K ب 30 فريم. الكاميرات هنا كويسة جدا، بس أكيد انفينكس مركزة أكتر على الأداء مش التصوير، وده منطقي في فئة الجيمنج. وخامس حاجة النظام والمميزات الإضافية. الموبايل شغال ب XOS 15 مبني على أندرويد 15، وفي ذكاء اصطناعي مدعوم من فليكس، وطبعا ديب سكوير R1، وهياخد سنتين تحديث نظام زائد 3 سنين تحديثات أمان. وبيدعم شبكتين ال 5G وواي فاي 6، وطبعا بلوتوث فاصلة 5.4، وطبعا وكمان في NFC ومستشعر الإشعار تحت الحمراء. والجي بي اس طبعا دقيق، ومدخل يو اس بي سي، وهوائي مزدوجة للاتصال الثابت. وسادس حاجة النسخة الجيمنج. نسخة الجيمنج ماستر ايدنج كده هي فيها حاجات جامدة. بتثبت مبرد ميجا شارك ومغناطيس في الظهر، الموبايل ويبرد بمروحة ذكية، ومصنوع من مواد بتوزع كده من المية كيس الحرارة، وبيشتغل مع كل اكسسوارات المغناطيس. وفي كمان وضع داركو بيخلي الموبايل يشحن ويتبرد لاسلكي في نفس الوقت، وده بقى الخيال العلمي. والتصميم هنا الموبايل تحسه معمول للألعاب من أول نظرة. ظهره كده فيه إضاءات RGB تقدر تخصصها زي ما تحب. وزنه حوالي 189 جرام، وسمكه 8 مللي، يعني خفيف في الأيد ومريح جدا أثناء اللعب. ومقاوم المية والأتربة بمعيار ال IP64، وبيجي بألوان مختلفة منها الأبيض والرمادي واللون الداكن المتوهج. وطبعا السعر هنا تخيل كل ده وسعره حوالي 300 دولار بس، سعره خرافي مقارنة بالمواصفات. وفي النهاية الموبايل ده معمول مخصوص لأي حد بيحب يلعب ألعاب تقيلة وعايز شاشة جامدة وأداء عالي وبطارية تكمل معاه. هل يستحق الشراء؟ من وجهة نظري أنا بقول لك بقوة أيوة، بس قولوا لي انتوا بقى هل الموبايل ده يناسبكم؟ واكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، واشتركوا في القناة علشان يجيلكم كل جديد. ويلا سلام.